السلام عليكم حبايب قلبي ولوكا، عاملين ايه اخباركم؟ وحشتوني 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 حبايب قلبي. بصوا بقى النهارده يمكن من شكل تقطيعة الفراخ كده الحلوة الجميلة بتاعتي دي اكيد عرفتوا انا ممكن اعمل ايه. اكلة جميلة مفيش طفل في اي بيت ولا ولد ولا كبير ولا اي حد ما بيحبهاش. فاكيد دي هتبقى حاجة مهمة جدا، ويا ريت تتابعوني في الوصفة دي بالذات. لان في كتير طبعا بيطلبوها من يا ماما اعملي لي ايه الفراخ الكنتاكي. فمع غلو الاسعار وعدم ان احنا برضو نقدر واثقين في اي حد بيعمل لنا اكل من بره، واي حاجة بتتعمل في البيت طبعا بتبقى انضف حاجة. حتى لو ماما مثلا مطلعتهاش بنفس الطعم، بس اكيد بتبقى 90% مقاربة لطعم بره، وبتبقى احلى كمان لان هي بتبقى نظيفة وماما واثقة فيها. انا عندي جبت فرخة كده حلوة، حوالي اقل من كيلو ونص يعني، ومتقطعه كده زي ما انتوا. لو طبعا انا مش انا اللي مقطعاها، قولي للراجل عايزاها 8. لو فرخه كبيره بتبقى على 12 قطعه، يعني هي مش كبيره قوي. زي ما انت شايفه كده متقطعه، ونقعتها في ليمون وملح وغسلتها وسبتها تتصفى. انا في مدارس بتعملها نية وفي مدارس بتعملها مسلوقة شوية. انا بصراحة ما جربتهاش نية قبل كده، بس ان شاء الله اعملها مرة ونعملوها مع بعض نية، يعني من غير ما تكون استوت. هي لو نية هتبقى محتاجة محلول نقع، وبعد محلول النقع بتنقعيها في لبن وشوية بهارات عشان العظم يتنكه وطعم اللحم يبقى فيه بهارات. وبتسيبيها يوم غالبا في التلاجة او من 5 ل6 ساعات. بعد كده بتشيليها وبتبتدي تحمريها على نار وسط، ثم ان انتي بتعلي النار وبتقرمش معاكي وبتبقى زي الفل. هي سهلة يعني مفيهاش حاجة لو اتعملت نية، بس انا طبعا بقى احنا عايزين نطلع شوية شوربة دافيين كده بليمون. فانا هديها 3/4 سلقة، مش ههريها 3/4 بس. هنشوف كل الخطوات مع بعض، وتابعيني مع وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا. زي ما احنا شايفين حبايب قلبي فراخنا حلوة على النار اهي بقى. انا بحب اديها تشويحة. نزلت بالبصلاية ونزلت بالفراخ بتاعتي، طبعا الاول خدت صدمة، وحطيت ملح وفلفل ورشة حبهان مطحون عشان احنا مش بنحب طعم الحبهان يبان. وحطيت الورق لوري. هديها تقليبه واسيبها بقى تغلي نص ساعه كده في شويه شوربه حلوين، وهوريها لك لما في الكنتاكي او الفراخ المقرمشه بتاعتنا. ايه هي اهم خطوه يا لوكا؟ هقول لك. بصي، انا عندي البوله جبت فيها كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه بقسماط، معلقتين نشا، واحط بقى بهاراتي كلها. حطيت كاري، كركم، كل دي معالق صغيره او نص معلقه كبيره متوسطه، ملح، فلفل، سنه بسيطه كده من الكزبره برضو متكتريش منها. برضو مرقه دجاج فوريه اللي هي الباودر، توم باودر. قلبي كل ده مع بعضه، وبصل باودر، قلبي كل ده مع بعضه. عملت انا ايه طب اللي هنا ده بقى، والكركم طبعا عشان ده اللي مدي الوصفه. بعد ما حطيت كل حاجتي هنا الكوبايتين دي على نص بقسماط، على كل اللي انا قلتلك عليه بالبهارات بتاعتي، اخدت كوباية حطيتها في بولة تانية، نزلت عليها بحوالي كوباية الا ربع مية. بصي عملتها عجينة الكيكة. اللي عايز يحط بضاية هنا يحط، بس انا عن نفسي مش بحط، يعني اللي حابب يحط يحط. لان انا بدل ما هاجي هعمل هنا ببهارات بتتبيله لوحدها، واجي اروح عامله هنا تاني بهارات بتتبيله لوحدها، وممكن هنا يزيد ملح هنا يقل ملح، لا. اعملي كله في بوله واحده. خليط الجاف ده وخدي منه كوبايه، حطيها في البوله دي وقلبيها بكوبايه ميه او كوبايه الا حاجه بسيطه ميه، عشان ما تبقاش خفيفه منك. طب خفت مني مش مشكله، مفيش حاجه ملهاش حل. هتحطي معلقه معلقتين دقيق هتتقل معاكي تاني، هتبقى قوامها كده. هننقع بقى الفراخ المسلوقة هنا، تاخد اولا من التتبيلة وتشرب شوية طعم حوالي 5 دقايق 10 دقايق. وبعد كده هننزلها هنا وهوريها لك برضو بشكلها الجميل، وتنزل بقى تقرمش كده في الزيت بتاعنا الحلو، وولادنا ياكلوها بصحة وعافية وبحاجة نظيفة وبألف هنا وألف شفا. زي ما قلتلك احنا اهو نقعنا الفراخ عندي في التتبيلة. هاخد مثلا اسمي الله على اي قطعة، وليكن الدبوس ده اهو. احاول بقى اصفيه، وبعدين هحطه هنا في الدقيق، وايه بقى بايدي بقى التانية اقلب كده، اقلب كده ما اضغطش، اقلب اقلب. بصي اصلا هو مجرد، بصي ما نزل ما شاء الله، بصي خد شكل حلو ازاي، شايفه؟
طيب في خطوة ممكن تعمليها لو عايزة تضاعفي الطبقة. طب اضاعف الطبقة ازاي؟ ما انا لو نزلت كده بالخليط تاني اللي هو شبه الكيكة هتبقى اوفر قوي مني. لا، ممكن انزل بقى، اروح ايه، مية كده في ثواني، واطلع تاني واروح عاملاها كده، واضاعف برضو الطبقة بتاعتي كده. انا ضاعفت الطبقة بتاعتي، هتبقى قرمشة اكتر. عايز تعمليها طبقة واحدة اعملي، عايز تعملي الخطوة دي اعملي اهي، وانفضها كده. بصي ادتني الشكل اللي هو المقرمش. هعمل بقى كمية الفراخ بتاعتي كلها كده وهنقليها. بعد ما غلفتها طبعا استنيها بقى واسمعي القرمشة وهي طالعة بقى. طبعا انا بحضر الطاسة فيها زيت غزير على قد ما تقدري يعني. طبعا دي مسلوقة فمش يا دوبك هتاخد اللون وتطلع، لكن لو كانت نازلة نية لا، هتهدي النار وتغطي شوية بغطا 5 دقايق 10 دقايق، وبعد كده تعريها وتسيبيها بقى على نار عالية 5 دقايق كمان وهتبقى معاكي مظبوطة. خلصنا اكلنا يا حلوين. بصي بسم الله ما شاء الله، سامعة؟ دي بقى لها فترة مقلية ولا طريت ولا اي حاجة. شايفة جمالها؟ شايفة؟ بصي سامعة؟ احلى من احلى حاجة. شايفة؟ شايفة؟ بصي مقرمشة. وعملنا بقى الرز البسمتي، هتنزل لك وصفة مستقلة للكنتاكي ووصفة مستقلة للرز عشان برضو تقدري ان انتي تتقنيها لو لسه مبتدئة. وعملت بقى معاها ايه، مايونيز. بصي الجمال، شايفة التقل والجمال. برضو ان شاء الله هبقى اعمل لك المايونيز. مفيش حد فينا بيعمل الحاجة كلها كاملة من اول مرة، واحدة واحدة بنتعلم مع بعض. يا ريت تتابعوني على وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا، ونسمي ونصلي ونبارك على رسول الله.